كلام النهارده عن الشهيد اسلام نجاح، شهيد قرية الدلوقتين مركز نبرات دقهلية. صدقني مش كل الاخوات بيبقوا من بطن واحده، ممكن يكون صاحبك بس توأم روحك. رحت اقعد مع واحد صاحبه وعزيه، بقول له يا عبد الله انت احساسك ايه لما صاحبك استشهد؟ رد وقال لي تخيل انك تبقى مستني صاحب عمرك من الاجازه للاجازه، بتتحايل على الايام تعدي حرفيا علشان بس تقعد معاه شويه، احكي له تضحكوا وتفضفضوا مع بعض، هو يقول لي على كل اللي حصل معاه واللي مضايقه وانا كذلك. ده صاحبي مهما الدنيا كانت خدتنا كنا دايما بنرجع لبعض. كنت بقعد استناه يجي من اجازه الجيش حتى لو يومين، اليومين دول بالدنيا كنت كل يوم اتصل عليه واقول له عامل ايه في الجيش، وفجاه يجي مكالمه ما كانش حد مستعد يسمعها، اللي ما فيهاش انا كويس زي كل مره بس فيها صوت غريب يقلب الدنيا، وجمله واحده اتقالت اسلام استشهد. ازاي؟ امتى؟ ليه؟ مفيش رد. اللي كنت بهزر معاه امبارح ومستنيه ينزل عشان اشوفه راح، اللي كنت بتسند عليه بقى هو الغايب، صاحبك اللي كنت بتبقى فرحان وانت قاعد معاه بقى وجع في قلبك. كل اصحابنا اتصدموا وسكتوا، ما عرفوش يقولوا ايه من الصدمه، لان الكلام بيقف لما الوجع بيبقى اكبر من الوصف. كل الحاجات اللي كنا مخططين نعملها مع بعض خلصت قبل ما تبدا، كل الصور اللي كنت متصورها معاه بقت مجرد ذكريات محفوظه على الموبايل. جد انا حاسس ان في كابوس او في فيلم حزين، صاحبي راح من غير ما حتى يودعني، الضحكه اللي كانت بتهون عليا الدنيا بقت ذكرى، وجالي الخبر زي صعقه في القلب، واللي كنت دايما بقول له ارجع عشان تقعد معايا رجع لي، بس للاسف رجع لي في صندوق. وقال لي كمان انا بيني وبين نفسي مهما العمر يطول انا هفضل اقول الله يرحمك يا صاحبي ويجعل مسواك الجنه ويصبر قلوبنا على فراقك. الله يرحم اسلام نجاح شهيد الواجب الوطني، يا ريت كل اللي يعرفه يدعي له.